نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله منجاة لكل مؤمن. ثم أتحدث اليوم عن تزكية النفس، أي تربيتها تربية إسلامية على ضوء الكتاب والسنة. فالتزكية عباد الله مقصد من مقاصد الشريعة، فالله تعالى إنما أرسل رسوله لهذه الأمة لمقصد مهم، ألا وهو تزكيتهم، أي تربيتهم وتطهيرهم وتنقيتهم، يطهر قلوبهم ومشاعرهم، يطهر بيوتهم وأعراضهم، يطهر حياتهم ومجتمعهم، يطهر نفوسهم من كل ما يلوثها ويشينها، يصفي عقائدهم ويطهر سرائرهم ويزكي أخلاقهم. وبالفعل طهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقائد الناس مما لوثها من الشرك والوثنية، فقد كانوا يعيشون في عمى استنقذهم منه إلى نور الوحي والهداية. روى الدارمي عن مجاهد قال: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه لبن وزبد إلى آلهتهم، قال: فما منعني أن آكل الزبد إلا مخافتها. قال: فجاء كلب فشرب اللبن وأكل الزبد وبال على الصنم ثم ذهب. وقال هارون بن معاوية: كان الرجل إذا سافر يحمل معه 4 أحجار، 3 لقدره والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. وعن أبي رجاء: كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدنا، فإذا لم نصب جمعنا كثبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فننفاج عليها، يعني نحلب عليها شيئا من اللبن، فنعبد تلك الكثبة من الرمل ما أقمنا بالمكان. فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم
من هذه الخرافات والأوهام إلى عبادة رب الأرض والسماء وتوحيد الملك العلام. كذلك طهر أعراضهم مما لحقها من أوحال وأوضار. لقد كان الرجل منهم إذا رأى رجلا نجيبا أرسل إليه امرأته لتأتي له منه بولد نجيب، تماما كما يرسل الرجل بهيمته إلى الفحل النجيب لتأتي منه بنتاج جيد. وكان العشرة من الرجال يدخلون مجتمعين على امرأة واحدة كلهم يصيبها، فإذا ولدت اختارت منهم من شاءت فتلصق به ولدها. وأما من جهة الأخلاق فقد قوم اعوجاج أخلاقهم وضبط لهم انحراف أفكارهم وأعمالهم فنقلهم من الشرك وأكل الميتة وإتيان الفواحش وقطع الأرحام وإساءة الجوار إلى عبادة الله وحده وخلق ما سواه، وإلى صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. لقد كانت الجاهلية تعيش في وحل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها منه بمنة الله وفضله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنما كان ذلك بعمل دائب وجهد جهيد وتضحية تجل عن الوصف. وقد أخذت هذه المرحلة الأولى منفردة أكثر من نصف عمر الرسالة 13 سنة في مكة كلها تأصيل لمفهوم الإسلام وأساسيات العقيدة وبناء للنفوس وتزكية العقول وتطهير القلوب. ثم جاء بعد ذلك دور الشريعة وبناء الدولة في المدينة. إن الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم تمام العلم أن قريشا عرضت على النبي الرئاسة ضمن ما عرضت عليه من مغريات، وربما يتعجب بعض الناس وربما يقول آخرون لقد كانت فرصة العمر التي فاتت من أجل الإسراع بإقامة دولة الإسلام وتمكين دين الله في الأرض. لقد كان يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الملك والرئاسة ومن موقع القيادة يقيم الأمة ويبلغ الدين ويفعل ما يريد، أليس كذلك؟ فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض الفائق وهذا الكلام الرائد. ولماذا فوت هذه الفرصة السانحة؟ لماذا ترك صناديد قريش وأشرافها وذهب يبحث عن بلال وعمار وزيد بن حارثة ويفتش في الزوايا والخبايا عن مؤمن يؤمن به ويتبعه ويقبل دين الله الذي أرسل به؟ لأن الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف إلا بوحي كان يعلم أن هذا الدين لا يقيمه إلا أناس تربوا في محضنه وتشربوا بعقيدته وتأدبوا بأخلاقياته، قوم خلت قلوبهم عن كل شيء إلا محبة هذا الدين، محبة خالقهم وعبوديته ومحبة نبيهم ورسولهم وتعزيزه وتوقيره وإرخاص أنفسهم قبل أموالهم من أجل هذا الدين. أناس حياتهم بالدين ومماتهم للدين. يصدق فيهم قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبغير هؤلاء فلا قيام للأمة التي تسمى بأمة الإسلام. ومن ثم كان أكبر هم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر تربية الصحابة بمكة بدار الأرقم ابن أبي الأرقم على الصلاة وتلاوة القرآن وقيام الليل، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله عز وجل على نبيه قيام الليل فقام صلى الله عليه وسلم وقام المؤمنون معه حولا كاملا.
واحتجز الله عز وجل خاتمة السورة 12 شهرا ثم نزل بعد ذلك التخفيف. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. باركم الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، الأوان الرادب أنه رب جليل تزكية النفس وتربيتها. لب أكمتي إيمان الرتي قدفنا، إيمان الرتي والرب جالة الرتي أكمتي قدفنا. لب النماتني قدس فيتي أكنني علمي طبيعة سارة قدسو. لب فيك أنا إيمان الرتي صدا ربي الرتي والرب جالة الرتي والرب جالة هجة الرتي والهمت الرافقات الرتي. لبك إنا أكمي قدفنا وأن كان الراتب بنيش ليو إن شاء الله. عنوان يا خطبايتو فيبي tunalelea nafsi zetu juu ya imani, tarbiyatan nafs, kulelea nafsi vile tunalelea watoto wetu katika akhlaq, hivyo ndivyo tunalelea nafsi yetu katika mambo ya imani. Ndio tunaongelea leo hii mashaallah. Almuhim, تزكية النفس وتطهيرها. لبو قلقليسو طهارسو إكو مال كتاب ربيتين سنة رسولات صلى الله عليه وسلم. مال الرا وان إسي شافي السائر راجيتو واني لبو كان شافي السا قدين ديهاتو واني لبو انتون شاففتون قدين ديهاتو مال واني ربي النبي محمد يرقف قدون تنجيتو. بعد أغرتين من توحيد قبته توحيد الليم متان إسا تربية عقيدات أكو مثلا أخلاق اللين تربية. لبو أكمتي إيمان الرد تقوم ما ربي الرد قدفنا لين جفنا إيمان الرد أكمل لين جفنا كان جيتشو. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ربي إساساني كإرجع جتشو ورا أميوتا خيست أميوتا يتشو ورا صوموا في دبسوا في كتبهم بين ورا قرأوا في كتبهم بين أرمنا كسيتشو زمان رسول يرجمن نمت كتوكو لف نم بيرا برت ماله ولي قالت كتبوا في دبسوا في كتبهم بين جتشو ورا كانت إرجناجي ربنا قرتني ماليف آيات كنا نترجنا ويزكيهم نبيين كن إنسان تربيات وجاء إيمان الرت إنسان قدسيا ويعلمهم الكتاب والحكمة. كتاب ربي اللي إنسان برسيسيا حكمة اللي إنسان برسيسيا علم اللي إنسان برسيسا سنة اللي إنسان برسيسا جد. إذن وأن ربي نبينا محمد إرجف كايون قدون تكتنا جيتشو. Hivyo ndivyo maksudio na lengo ya kutuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa umma hii ni tazkia, kulelea umma katika imani, kufundisha umma katika imani vipi watawacha akhlaqi mbaya
na wanarudi kwa akhlaqi nzuri. Hiyo ndo lengo muhimu ambaye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametumwa ajili yake. Hivyo ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesimama na hiyo lengo na ametimiza hiyo lengo. Tunaweza penye mfano Waarabu walikuwa wanaishi katika giza, wanaishi katika giza kubwa sana, giza ya ujahiliya, giza ya suul akhlaq, hawana akhlaq. Kuna akhlaq nzuri lakini kwa wengi kuna akhlaq mbaya. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amejaribu namna kutoa hawa katika maisha mbaya, katika akhlaqi mbaya, kuwarudisha kwa akhlaqi mzuri. Tutapiga mfano mingi leo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akumasan hujira oltewar rabbi nitiajadikan ummanni araba heddu zamana jahiliya akhlaq ni haman isan kesa jira jechu. Akhlaqi babbareedan tabi'an bareedan leen osoo jiru dansaan leen osoo jiru haman isan kesa guutee jira jechu. Akhlaqa hamaa sanirraa gara akhlaqa dansaatti akkamitti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam itti jijjiire fakkeenna isiniif tochinaa. روى الدارمي عن مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح. مجاهد وانجلو زمن جاهلية وان مولان كيانتمي والرئيساء سائرجي زمن جاهلية بقدح ككومب كبايا يجو فيه لبن آنان كابو كومب آنانيتي في كون كريبي أغرتيتني مال kadhaan keejiru kana ergan geesi ani sanamu waabunu geesi ani tergan jechu isaan ergan jechu achi fide aanan kan dhugu sodaadhe waan dhuge sanamun tu waan atochiti dibafa ana geeffatti dhadhaa kanas yoo nyaadhu yoo agartee aanan kanas dhuge rakkoon aggeessise yaalaa ba'e sareen tokko dhufee aanan kaan dhugee dhadhaa kaan nyaate akkasitti lakkifne weelkii kaan itti wanni sanamuu kaan itti fincaa'e sareen aadaa isii fulaa akkanaa kan yoo dhufte ma asumatti wanni kan waan akka agarteetiniin gaaddisaa kan yoo argetti fincoofti beekta. Udaaniif fincaan itti obbaafatee waan an dheedhe kaan nyaatee itti dhaabate. Saree turra waa beeka jennamu maal jedhe. Ni ajabu sana. Mfano ya ujahiliya sasa, Mujahid anasema Mola yake amemweleza ya kwamba mzazi wake umemtuma na maziwa ya kikombe pamoja mafuta akapeleka huko kwa sanamu zao. Anasema hakuna kitu amenizuia kukunywa hiyo maziwa isipokuwa kugopa hiyo sanamu inanidhuru au ananiletea shida fulani, kwa sababu hii maziwa imetumwa kwa sanamu. Nikikunywa, alikuwa anatamani akunywe hiyo maziwa lakini amegopa sanamu. Unajua sanamu ni nini? Jiwe ama mti imetengenezwa wanaabudu. Sasa akiwa yeye iko katika hali hii, umba fulani imekuja ikakunywa hiyo maziwa, amekula hiyo pia, akakujolea hiyo vitu au hiyo sanamu akaenda. Naona sasa wana garteti inni birtaa'ee tukaan wamuwachin jirre kaan sareen kaan dhugee kaan nyaatee itti fincaanee biraatee. Aqliin namaa sun diinaa rabbii irraa yoo beekta dukkana shirkii keessa jiraatte, dukkana wallaalumaa keessa jiraatte, hayawaanatu irra waa beeka jechuu dandeenya. وقال هارون بن معاوية كان الرجل إذا سافر يحمل معه 4 أحجار. زمن جاهلية نمن توكو إمال يو ديمو فر سفري وي دكا أفر بيبي ديم دكا أفر باتي دكان سدي سنسوم بيتاني كا أكوتي فار إلا داباني سفريا فار داباني أغرتي وايتي دابتن وان نياتناتو وان لغناتو
سنسومان سدي سنسوما يركا فرنسا كيسا توكو كافريسيتو دكان افريسيتو مال كعابدو كغبر دكافرين ديما سدي سغالي ردابا سنسوما توكو مال ان غبرا ديمان والله لما كسين بيان داي تغرتي كان اولينو يربي كلبا ويقتل ولدا ساري امو كنوسه قديسه علمي زين اجيس جاهليان علمي اجيفت ومتى جاهليه كان كيس ور علمي اجيسو جد قادان اجيس اجد علمي وفي دلكان ان اجيس علمي ساريو ان قديس والله لما كان جيت تغرتي علم نما اجيسه علمي ساري قديس دكنا كنا كيس جرى ومن قاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقدف جاهليان عربتي وعربا كان كيس افتجت ممكن جاهليان دي بتعرف انتين هذا سر رحمته يجو دندي إنا لله وإنا إليه راجعون وعن أبي رجاء كان في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه وسودين الأكام داغا ويوردون أكان لنك قريب بريدة بيت أكام داغا ويوردون الأكا سنين فودنا مالي إن عبدنا جد أكا كرتي من داغا وارغن أكام فون عبدو إن تامي أكرم بيت أوان درسا ويورغ ما هو درسا ويورغ مفوري من التنقليم ميزار عبتوكنا أكا درسا وارغ وري ماتوش إن فورتا مالي فورتا بيتا إن قبر رجع عجائب فإذا لم نصب جمعنا كثبة من رمل يود أكاد من آغان أرجينو ما توجين أكاد ذكاد الأشاكنا ولك أبني ثم جئنا بالناقة الصفي قال في الليل قال مرطمت في الليل أثنيني نحلب عليها شيئا من اللبن آنا قال كان نكاد الأشاكنا رقديل منها أما بعد الرقديل من ما توجين فنعبد تلك الكثبة أكاد ولدت الليل آنا نرى الميزان أما عابنا نقبر رجل يقول أكاد من آغاد أبني بيك أكاد بريدا يقول أبا ما توجين أكاد ذكا ولد قوراني قال في دنيت المني أما غرتي قبر رجل حاجة فلاسا جيرو حاجة فلاسا غداني يوكي غرتين فئتين دوبا ولا ما كان كيس رسول ربي صلى الله عليه وسلم نبي محمد ربي ترجد كان كيس إسان باس إسان جل متي أمة الدنيا فدو كان كيس باس جيت وكان جل متي أخلاق خيست اللي أقوم سوانم تو كيس جرور إردي وفي وام مكان نما نمني مكاي تيجا تشوف وام بدي وجت زمان سن مفانو سنين لقد كان الرجل منهم إذا رأى رجلا نجيبا وأنا جايبا أمني جاهلا كنما تشل حيون ما يوارجن نما أقليك أبو نما وابيب نيتي سايت ترجع نيتين تلفتت الراد ألوفيتي بيت الراد اللي جانا من كنانا هذا لتو بيكانا كنا حيون كنا جبانا كما نما كان إرا دالي جان کرتے يقول لازوا سنين يامن يت إسا يامن سيقلتي دبيوان اور زمن جاهلية رجت شجاع نما جن نما بكما كدنيا سوداتو أرجع ندينو في تيرجع بين إرا دالي جاني بكا نما يو أرجع بين إرا دالي جاني والله ما كان أخي سجرن جت وجاهلية يعني باسان wakipata mtu mwarefu anashinda wengine na akili ama na mambo fulani ama na ushujaa wanatuma bibi zao waende kwa huyu ili wapate watoto mwarefu kama huyu berde ilmana kana raarga tuferga jahiliyan kana feisa turti وني جاهلية فكتون شفت إسام برت ما أنا قلت وني وامتون شفت إسام برت من عدو أكو منمي قرم الجبا فرد مداغا ولانا ور فلاني يوارجي فرد إساء قد ألا خان التيرغا يعني هو كيم قرمسان يرغفتا وقال ألا خان فونا سنتاچا دبرسي چوكن ما
فرد جبا فرد كنا خنا الرادل وما غراغر من قبل جيتشو هذا جاهلية سنشوف كيف إسام باس نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنجلا ميتي ندنجري جرا توجين إسي وانم تجلا وجد ديرتي أفوري الشن ممكن يتلفت يو يتلفت يو نمو يعني إسين كنا مجيتشو الميغاف أرجعت ورا كان كيسا فيلتي أبا فيتي كيسين فيتي كيتي جتين يو فيتي كيسات اللي متبيت ilmi kun keeti jetti gaafa isiin keeti jettee nama giddiisaa ilma san fudhata yookiin guddisaa jechuudha abbaa feeteen galaafatti jechuudha ka isiin agarteetiin hin qunnamte gadi hin dhiyaatu laakiin abbaa feetee ilmi kanam kanaatii jette gaafas isa qaban kootu ilmi kan keeti waan aadaa baasi waan maalii baasi waan akkasii baasi jaalateetiin miti ilma san hin fudhata yoo feete kana abbaan ta'inii himti yoo feete isumaayyuu ka irraa dhalellee Allahu a'lam هذا كسي كان خيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدي قباس جيتشو عرفتينا هذا كان خيسا جرات إذن جاهلي يمان يعني أوكي خيسا وانهم تو خيسا كيسين جرتو نبي محمد ربي نترجع قباس جيتشو أكسيسا كان أفو رسول ربي صلى الله عليه وسلم زنا حرامة قرآن حرام توجه حديث حرام توجه زنا ما بين نجارين حلال فتيه في الرأي زنا ما نما غري دون نما غرتي حلالتي صعبة وفي الرام مني بباو نمني بباو كان أنا آدان جاهلية سلّي يوم آدا جاهلية دي باللفظ سجرا ثوان سنفكات سنامو نعبد مالي أقوان سنامو عبدود وانيني عبدو جيران منام ما لعبد هوا فدي سافا كعبد جل وما فدي نساء لبون نساء كنا بعض يوات ليوي ونعبد هوا زاو زماني ونعبد جيوي نمامبو تفاوتي ليوي بعض يوات ونعبد هوا زاو ونعند كينيوم يا الشريعة نا أخلاق زاو مهربيك كبيس بكى أمانة النمل بعدين نما يجوا نما تفهمي ممكن كيسو ما خايم ندين بيانا من لقى النجرة يجوا ندين أباك خدير سكب وان ربين حرام تج وان برو ربين سبباسني في سقوب إلا لقى النجرة حرام ما يسي كنا يو ينفد النيو بعدو إني عادة جاهلية كان كي جيلا جيتشو بيتا مكات إسلانا عادة جاهلية كان كي سجيلا جيتشو سوى ربي نرامه قول أتوجه أتكمت حلال تشوفه نكاح سي حلال ربي ديم فودي خلات دي فودي أنت لنكاح كم نتا لكن نتي نكاح قد خلاص كرانا تم يسي هويتون انجيرو كرانا تم يسي تماتون انجيرو كران تشوفه ميديا ربي تشوفه دالله يوكين فينسا وكتا ربي نجاري تشابسي سينا وجد سيف واقت ولد أفل شرع نسام إسلام سين قبال ندين أباك أبدو تديرسا قب تديرسا قب نلي كرا حلالات مالي سين قبال شريعات ديرسا قب دو وقنوة ديمو فيتا أتفلون مال غراغرون ما قبدن جيجو انتا توبوليسكي توبتا رب الديبيا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ربي يبقى مكجروا نرزم بدل يونو ابنو ارجتي نفسي ان الرجل تبدل لمن يونو اخلاقك ان بدل ربي واقفنو بد رزق اللي ما شاء الله وان غرغرا ان فاولت الدنيا انا خيست وقت كرا ربي رديم والله ان فاولت وقت امو كرا ربي راغورت ان فاولت بك نمني وان بديجه لديم ان فاول ملكاو انا بغرتيني كتابني غري وانيا نمني ندم بيات زين فتشوف ديم تايسال زين ما يتقول تتوچا فده مو فروبات ولو بجدار داره حتى ما وكنت من انسان تان ديني زنان ديني نمني زين فت ديني فراتيج لازم زنان يسلي سينا ilman nadem biyya tanika rangam ni radalu fetayu tele radala ni kubat fete mo fedubat kama tadinu tudan akuma tirabbin gul fidam tutti rabbin sifida bek
أكمتي سجلة أنت ربنا قرتين إما أكسين سليب بابك أكسين ربنا الدنيا تنرصفت وان وفين جبته عم بان لي جبوك نمشي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتلوفه هيمنا كن زنا وجد أجرين يا رسول الله هيمنا كن رخصانا كن كان زنا وجد أجرين مال جانين نبي محمد صلى الله عليه وسلم حالتين كبال تاجانين زنا وفي تشوف في تكانا حالتين كبال تين كبال أكو مثلا بين هاروفيتين كبال وكبات يعني نيتي تيتين كبالتا إن كبا نيتي تيتزينا تتوچن إن كبالتا نمني دبي إن كبال أكو مثلا بين اللي نيتي سازينا تتوچن إن كبال أبوليتي تيتي كبالتا أبوليتي تيزينا نم دبي ولي نوجد إن كبال أكو مثلا نمني أبوليتي وفيتي إن كبال أقصوا دبي ندين أقصوا تكهاد نمات تكوبوليتي نمات تكنيتي نمات قسم وقسم قسم أكما تيتين كبال بيت أقصت رسول الله باركته راتوبتنا من شيء راديبه ربين قلته أكل لنا كست راديبه هذه تدبرته بيان كجبابا كانين كهجديكو فيانا تقول تون هجديكو وياري بما تنشوف كيساباتا قابتين نقبض أما مرة توبة أبوليسكي أبوليتي توبة كرا حلال ملك ديبين بربادين قربان إسلام عليه نيتي حلال ملك ديبين بربادين نيتي إسلام حنكار راقب دملك ديبين بر أخلاق قرآن نبرس تربية جتشون كان تربية النفس أخلاق أعمالك كيف أخلاق أدنساك تربية النفس والنرادو بنقول غدو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صحابة تربياته توحيد الرت اللي تربياته تشات تربياته جونا كم هو الروان وما أرجع جبر رسول ربي رادو تربية ورا قرتني تي فينا ما حلال رادو وتربية هيا تربية دي بيجي تربية تك حرام الرا لبو في الأول تك توا واجبة وجتا وني واجبات في سنة وجتا قيام الليل هل كان كاتي ربي في صلاة قرآن قراءة ذكري توچو صومو كن تربية كلين تربية كان جو فرت رسول ربي بيقول سي ون نعمل رد ممل لبوتين لنجس ممل حرام الرادو رت لبوتين على انجف واجب وجچو رد لبوتين على انجف سنة اغرتين ارغمسي سورت لبوتين على انجف وار ربي جالتو او جچو رت لبوتين على انجف عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا حكيم اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم عليك باليهود المعتدين وأعوانهم اللهم شتت شملهم وزق جمعهم وخرب ديارهم اللهم اجعل أموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.